النهارده هعرفك ازاي تقدر تعمل صورتك زي كده. انا نزلت الصوره اللي قدامك دي وناس كتيره فكرتها انها بجد. في ناس دخلوا حرفيا بيباركوا لي فاكرين ان الصوره دي في الكعبه بجد. هعرفك الطريقه دلوقتي. طبعا الناس اللي قريبه مني وبتشوفني يوميا قالوا ان دي اكيد تركيب، لكن اللي ما يعرفنيش صدق ان الصوره دي بجد. لو دخلتوا على الفيسبوك عندي الصوره دي انا منزلها، لو بصيتوا في الكومنتات هتلاقي ناس كتير قوي بتبارك لي واللي يقول لي ادعي لي. فانا هعرفك الطريقه لان كذا حد طلبها. نزلت الصوره على التيك توك، بالمناسبه هو ترند على التيك توك. ناس بتقول لك فلتر بيخليك في الكعبه. هو مش فلتر، هي طريقه بسيطه. هعرفك دلوقتي الطريقه بكل سهوله عكس اي حد تاني هيقول لك، لان انا هخليك ان انت تقص الصوره بتاعتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني كل اللي عليك هتضيف الصوره بتاعتك هيجيب لك الوجه بتاعك، بس هتاخد الوجه وتروح تركبه على الصوره. لكن لو انت رحت قعدت تقص في الصوره مش هتطلع باحترافيه زي ما انا هوريك دلوقتي. المهم نكمل الفيديو لاخره، ويا ريت تصلي على النبي في الكومنتات. فتعالى دلوقتي شوف الفيديو ده هوضح لك فيه كل حاجه. زي ما انت شايف يا صاحبي، اول حاجه هتبدا تدخل على جوجل كروم. لو دخلت على جوجل كروم وبعد ما تعمل الصوره تقصها وجيت تضغط تحميل زي ما انا هعمل على فايرفوكس وما جابلكش تحميل على جوجل كروم، يفضل تستخدم فايرفوكس. انا بستخدم متصفح فايرفوكس، تمام؟ فهنا زي ما انت شايف انا دخلت على الموقع، بدات ان انا اعمل ابلود للصوره. هنا مش لازم تسجل، لو عاوز تسجل تمام، مش عاوز مفيش مشكله. بدات ان انا اضيف الصوره زي ما انت شايف كده، وهبدا ان انا اطلب ان هو يقص الصوره دي. كل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي. انا مش هتعب في اي حاجه زي ما هتشوف دلوقتي. زي ما انت شايف كده انا طلبت الصوره ان هي تتقص، هيبدا يجيب لي بقى ايه الباك جراوند بتاعي، هيشيله كله زي ما هتشوف دلوقتي. شال لك كل الباك جراوند. يعني انا اللي هقص الصوره بايدي حرفيا مش هطلعها بنفس الاحترافيه دي. فانا دلوقتي طلبت ان الوجه بس اللي يجي لي. بص الوجه جاي لك عامل ازاي، وبدات اضغط على الصوره ضغطه مطوله، جاب لي قال لي احفظ الصوره، او لو انت بالانجلش هيقول لك داونلود. فزي ما انت شايف كده انا نزلت الصوره، ودي اهم خطوه. لو صورتك اتقصت بالشكل ده خلاص انت كده عملت الصوره. كل اللي عليك هتروح مثلا على اي برنامج بتاع تعديل صور زي مثلا بيكس ارت، هتبدا ان انت تضيف الصوره بتاعت الحج. انا هحاول اسيب لك كده الصوره بتاعت الحج اللي انا هختارها قدامك دي في الوصف، او لو انت حابب تبعتها على الانستجرام ابدا اكتب اليوزر ده ايوب 9574 وابعت لي بس اي رساله، وهبعت لك كل الصور اللي تقدر تضيف عليها الوجه بتاعك. ابعت لي بس رساله، ويا ريت تعمل لي فولو علشان برضه هناك بنزل لو في اي حاجه جديده بنزلها على الانستجرام. زي ما شفت كده انا اخترت صوره الكعبه. هبدا دلوقتي اختار الوجه بس وهبدا اعمل له اضافه. كل اللي عليك هنا بقى تركب الراس صح، يعني حاول على قد ما تقدر تخليها مفيش فرق. وزي ما انت شايف كده انا بحاول اظبط الصوره تبقى ماشيه على الجسم بالظبط. والميزه هنا تقدر تعدل الوجه بس هخليه قريب لنفس لون الجسم علشان ما يبقاش فيه فرق. وفي تريكايه كده في الاخر هعرفها لك بعد ما هتضيف الوجه زي كده وتنزل الصوره عندك. هوديك على تطبيق تاني كويس قوي انا بستخدمه في اي صوره انا بعدلها لازم اعدل عليه، بخلي الصوره بتاعتي 4K، تمام؟ زي ما انت شايف كده انا بدات اضيف الراس وهبدا اعمل حفظ وهنزلها عندي على الموبايل بتاعي. انا هبدا اعمل ايه بعد ما حفظت الصوره؟ هبدا ارجع وهدخل على التطبيق الجامد ده. تطبيق جامد حرفيا، تطبيق ريميني. تطبيق ريميني ده اتكلمنا عليه كتير. التطبيق ده لازم وانت بتعدل اي صوره ليك عدى عليه، هيجيب لك صورتك باعلى جوده زي ما هنشوف دلوقتي. انا بدات اختار الصوره وهبدا اعمل ابلود زي ما انت شفت كده، وهيبدا بقى مفيش ثواني هتلاقي الصوره هتنزل لك وتبدا ان انت تحملها تاني وتروح بقى تنشرها. زي ما قلت لك لو حد ما يعرفكش هيصدق ان الصوره دي بجد وانت في الكعبه، تمام؟ ده ترند لقيته منتشر. نزلت فيديو على التيك توك لقيت ناس كتيره بتقول لي انت عملت الطريقه دي ازاي؟